بص يا صاحبي، كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم. مفيش حد عنده أكتر من التاني. بس الفرق الكبير بين اللي ناجح واللي دايما حاسس إنه مضغوط هو إزاي بيستغل الوقت ده. في ناس بتلحق تعمل شغلها، تتمرن، تتعلم وتستمتع بحياتها، وفي ناس يومها بيخلص وهم لسه مش فاهمين راح فين الوقت. الفرق مش في الذكاء، الفرق في النظام. النهاردة هنتكلم عن إزاي تتحكم في وقتك وتبني نظام يومي فعال يخليك تنجز أكتر، تتوتر أقل، وتحس إنك فعلا بتتطور كل يوم. ركز معايا عشان اللي جاي ممكن يغير طريقة تفكيرك في الوقت تماما. قبل ما تبدأ تنظم لازم تعرف انت بتضيع وقتك في ايه. زي ما بيقولوا، ما تقدرش تتحكم في حاجة مش فاهمها. ابدأ بيومين أو 3 كده، ودون كل حاجة بتعملها في اليوم، من أول ما تصحى لحد ما تنام. حتى لو بتفتح الموبايل 5 دقايق اكتبها. بعدها هتتفاجئ إن وقتك رايح على حاجات صغيرة ملهاش لازمة. مثلا ساعتين على السوشيال ميديا من غير هدف، نص ساعة كل يوم بتفكر تعمل إيه من غير ما تبدأ. تأجيل حاجات بسيطة بتتراكم وتضيع يومك. لما تشوف ده مكتوب قدامك هتحس قد إيش وقتك ليه قيمة، وقد إيه محتاج تسيطر عليه. دي أول خطوة، الوعي بالوقت. مش كل حاجة تستحق نفس التركيز. ناس كتير بتضيع وقتها في حاجات مش مهمة، وبعدين تشتكي إنهم مش لاقيين وقت للحاجات الضرورية. اسأل نفسك سؤال بسيط: إيه أهم 3 حاجات في حياتي دلوقتي؟ ممكن تكون شغلك، صحتك، تطوير نفسك. خدهم دول كأعمدة أساسية في يومك. دلوقتي لما تيجي ترتب جدولك اليومي، أي نشاط مش بيخدم واحد من ال3 دول فكر مرتين قبل ما تديه من وقتك. كمان استخدم قاعدة اسمها قاعدة 80/20، يعني 20% من مجهودك هو اللي بيجيب 80% من النتائج. فركز على اللي فعلا بيجيب نتيجة. لو بتتمرن، متقضيش ساعتين في الجيم تعمل حاجات عشوائية. اعمل تمرين مركز نص ساعة بتركيز. لو بتتعلم، متضيعش وقتك في 1000 كورس. ركز على حاجة واحدة وكملها. دي أهم عادة ممكن تغير حياتك. الناس اللي بتبدأ يومها من غير خطة بيضيع منهم اليوم من أول ساعة. قبل ما تنام خد 10 دقايق ودون في ورقة أو على الموبايل 3 أهداف رئيسية عايز تنجزها بكرة. الوقت اللي هتبدأ فيه كل حاجة. فترات الراحة، مثلا جدول بسيط ليومك: 5 صلاة الفجر، إذكارك، قراءة قرآن كريم. 7 تمرين خفيف، فطار صحي. 8 صباحا شغلك أو دراستك. 1 ظهرا راحة بلس غداء. 2 ظهرا تكمل شغل أو تدريب. 6 صباحا تطوير ذاتك، قراءتك، كورس محلغة. 9 صباحا وقت شخصي بلس مراجعة اليوم. الموضوع مش إنك تمشي حرفيا على كل دقيقة، لكن الخطة بتديك اتجاه وبتمنعك تضيع وقتك في التفكير. أبدأ بإيه؟ حاول تستخدم أدوات بسيطة زي تطبيقات جوجل كالكاندر أو نوتشن، أو حتى ورقة وقلم. المهم يكون عندك تصور ليومك. وأهم حاجة، خليك واقعي. ما تكتبش 20 مهمة في يوم واحد وتيجي آخر اليوم تحبط. ابدأ ب3 حاجات مهمة بس وكمل عليهم تدريجي. دي أكبر عدو للإنجاز، التسويف. كلنا بنقع فيه، بس الذكي هو اللي يعرف يتعامل معاه. عارف الجملة اللي بنقولها: هبدأ بكرة، أو هعملها لما أبقى فاضي. الحقيقة إن بكرة دي مش هتيجي لو ما بدأتش دلوقتي. أول طريقة لمواجهة التسويف هي إنك تبدأ حتى لو مش جاهز. ابدأ بخطوة صغيرة. مش لازم تعمل كل حاجة كاملة من أول مرة. مثلا عايز تتمرن، قوم بس البس هدوم التمرين. عايز تذاكر، افتح الكتاب وقرأ أول سطر. عايز تنظف أو ترتب، اشتغل 5 دقايق بس. بعد أول 5 دقايق هتلاقي نفسك دخلت في المود. كمان استخدم قاعدة اسمها قاعدة الدقيقتين. أي مهمة ممكن تتعمل في أقل من دقيقتين اعملها فورا من غير تأجيل. زي ترد على إيميل، ترتب مكتبك، تشرب المية اللي كنت مأجلها. ومن أهم الحاجات كمان، ابعد عن المشتتات. لو كل شوية تمسك الموبايل، استخدم تطبيقات بتقفل السوشيال ميديا وقت الشغل زي فوكس مود أو فورست. وعشان تدي نفسك دافع،
استخدم طريقة العداد، حدد 25 دقيقة تركيز اسمها تقنية بومودورو، بعدها خد 5 دقايق راحة، كررها 4 مرات وهتتفاجئ قد إيه أنجزت. النظام اليومي مش حاجة ثابتة، هو حاجة بتتطور معاك. كل أسبوع خد نص ساعة راجع نفسك، إيه اللي اشتغل كويس؟ إيه اللي ضيع وقتي؟ أقدر أغير إيه للأفضل؟ مثلا لو اكتشفت إنك بتضيع وقتك بالليل، جرب تبدأ تنام بدري وتصحى بدري. لو لقيت إنك مش مركز بعد الغدا، خليه وقت راحة أو مشي بسيط. الفكرة إنك تبني نظام يناسبك أنت، مش تقلد غيرك. في ناس بينتجوا الصبح وفي ناس بالليل، في ناس بيحبوا يشتغلوا في هدوء وناس في كافيه. جرب ودون وعدل. خلي دايما عندك كشكول صغير تكتب فيه أفكارك، تطويرك، والتغييرات اللي حسيت إنها فرقت معاك. دي حاجات صغيرة بس هتخليك دايما متحكم في يومك بدل ما يومك يتحكم فيك. في النهاية يا صاحبي، السيطرة على الوقت مش معناها إنك تبقى روبوت. الموضوع إنك تعيش يومك بوعي وتنظيم، مش عشوائية. كل يوم منظم هو خطوة ناحية هدفك، وكل مرة تلتزم بخطتك حتى لو بسيطة أنت بتبني ثقة بنفسك. افتكر الجملة دي دايما، الوقت مش بيطير، إحنا اللي بنسيبه يطير مننا. ابدأ النهاردة، اكتب أهدافك، اختار أولوياتك، ونفذ حتى لو خطوة صغيرة. ومع الوقت هتكتشف إنك مش بس بقيت منظم، لكن بقيت مرتاح نفسيا أكتر، حاسس بالإنجاز وعندك طاقة إنك تكمل. لو الفيديو ده فادك حتى بنسبة بسيطة، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. اكتب لي في الكومنتات أكتر حاجة بتضيع وقتك وهنحاول سوا نحلها في الفيديوهات الجاية. خليك ملتزم، خليك منظم، وافتكر دايما التغيير بيبدأ بخطوة واحدة.